طبعا الغرض الرئيسي من تعلم اي لغة هو ايه؟ انك تتواصل مع اللي حواليك، تقدر تفهمهم ويفهموك. التواصل ده بيتم بطريقتين. الطريقة الاولى كتابة، انت بتكتب لأي واحد جملة وتبعتها له في رسالة، هو بيقرأها بعينه مش شرط بصوت، يفهم انت عايز تقول له ايه، وبعد كده يكتب برضه جملة ويبعتها لك وانت تفهمه. تم التواصل. ده طبعا سهل وهعرفك هنتعلمه ازاي. الطريقة التانية بقى واللي احنا هنركز عليها اكتر في الكورس وهنبدأ بيها ان شاء الله هي المحادثة. المحادثة بتتم على مرحلتين. المرحلة الاولى السمع، والله انت بتتحط في موقف الشخص اللي قدامك ده بيكلمك بلهجة، المطلوب منك اول حاجة تسمع هو بيقول ايه وتفهم هو عايز يقولك ايه، بعد كده تعمل الخطوة التانية اللي هي ترد عليه بسرعة وبنطق سليم. طيب ازاي نتعلم الكتابة وازاي نتعلم المحادثة؟ خليني افهمك. اول حاجة الكتابة، انت عشان تكتب الكلمة جنب كلمة جنب كلمة وتكون الجملة بتاعتك بطريقة صحيحة لازم تبقى فاهم حاجة اسمها اجزاء الكلام. اي لغة في الكون بتبقى مكونة من مجموعة حروف، زي عندنا في العربي عندنا 28 حرف. الحروف دي بتتشكل مع بعضها البعض بطرق مختلفة بتكون لك كلمات اللغة العربية. كلمات اللغة العربية دي ليها 8 أنواع اسمهم أجزاء الكلام، وكلمات أي لغة. أجزاء الكلام دي بقى اللي هي إيه؟ عبارة عن اسم أو فعل أو حرف جر أو ظرف أو أداة عطف وهكذا. دي اسمها أجزاء الكلام عن طريق قواعد اللغة اللي انت بتدرسها، سواء كانت قواعد اللغة العربية أو قواعد اللغة الإنجليزية اللي هو الجرامر. بتقدر تستخدم كل كلمة على حسب نوعها، سواء كانت اسم أو فعل أو حرف جر وهكذا، في انك تحطها في مكانها المناسب في الجملة، فتبدأ تحط كلمة جنب كلمة جنب كلمة فتكون الجملة بتاعتك بطريقة صحيحة. كتبت الجملة ما عندكش أي مشكلة وبتبعتها له، هو هيقرأها ويفهم. بس علشان تقدر توصل اللي انت عايز تقصده بالظبط بتدرس الازمنه، وده طبعا في القواعد بتاعه اللغه برضو. الازمنه دي بتوضح لك الغرض من الجمله بتاعتك دي ايه. دي الكتابه، واظن احنا اتعلمنا بالاسلوب ده في المدرسه. كل اللي بتعمله بتحفظ كلمات، وانت بتحفظ الكلمه بتبقى عارف نوعها، هل هي اسم ولا فعل ولا حرف جر وهكذا. بعد كده بتدرس الجرامر بحيث انك تستخدم الكلمات دي على حسب نوعها في انك تكون الجمله بطريقه صحيحه. طيب المحادثه بقى، المحادثة بتتم على مرحلتين زي ما قلت لك. أول مرحلة هي السمع. أنت عشان تسمع أي حد بيتكلم بلهجة وما تحسش إن هو بياكل الكلام أو حذف حاجات والكلام ده، لازم تكون عارف حاجتين. أول حاجة معاني الكلمات اللي هو بيستخدمها، عشان كده أنت لازم تبقى دارس الكتابة أساسا، عارف الكلمات وعارف الأزمنة. تاني حاجة إنك تكون دارس قواعد النطق اللي هو بيستخدمها. خليني أوضح لك حاجة. انت عارف معاني كل كلمة من دي. لو انا بنطقها لك النطق العادي I bought her a bottle of water، اشترت لها ازازة مية، هتفهمني عادي. ليه؟ عشان انت عارف معنى كل كلمة. تاني حاجة انا بنطق زيك كل كلمة منفصلة بدون اي قواعد نطق. انما انا لو بقولك نفس الجملة دي باللهجة الامريكية، طبقت عليها قواعد النطق الخاصة باللهجة الامريكية وقلت لك I bought her a bottle of water، I bought her a bottle of water، I bought her a bottle of water، هتحس بقى ان الكلام اتغير وان انا قلت جملة غير دي، مع انها نفس الكلمات ونفس المعاني اللي انت عارفها، بس طبقت عليها قواعد النطق. ففي بعض الناس فاهمة خطأ طبعا ان الغرض الرئيسي من تعلم اللهجة وقواعد النطق بتاعتها هو انك تتكلم بيها او تتمنظر بيها. لا طبعا، الغرض الرئيسي من تعلم اللهجة اول حاجة هو انك تفهم اي حد بيتكلم باللهجة دي. بعد ما تفهمه هتعمل الخطوة التانية اللي هو انت ترد عليه بقى بسرعة وبنطق سليم. طب انت مش عايز تتعلم بقى او مش عايز تستخدم اللهجة دي وتضيع وقتك في التدريب الشديد انك تظبط مخارجك الصوتية وتنطق صح، عايز ترد بانجليزي مكسر، عادي براحتك رد بانجليزي مكسر، هو كده كده هيفهمك. بس في كلتا الحالتين سواء انت هترد كويس او هترد بانجليزي مكسر لازم تتعلم قواعد النطق اللي هو بيستخدمها عشان تقدر تسمعه وتفهم هو عاوز يقول ايه. بعد ما بتعمل السمع بترد عليه. طب انا دلوقتي هرد عليه ازاي؟ هقعد بقى استخدم طريقة الكتابة اللي هو انا هعرف بقى كلمات كتير وادرس الجرامر علشان استخدم كل كلمة في مكانها واقعد اكون الجملة بقى واشغل بالي بالازمنة والكلام ده علشان ارد عليه؟ ده طبعا غلط. ليه غلط؟ عشان انت ما اتعلمتش عربي كده. باباك ما جابكش وانت عندك سنتين كده وقعد يقولك بقى ايه، والله احفظ الكلمات دي وتعالى ده تكوين الجملة الاسمية وده تكوين الجملة الفعلية والكلمة دي ظرف وده. لا طبعا،
انت شفت بابا وهو بيقول انا عايز اشرب، جيت له كوبايه الميه، انت عطشته وعايز تشرب، هتقول الجمله السحريه اللي بتجيب كوبايه الميه انا عايز اشرب. انا ما اعرفش لا فاعل ولا مبتدا ولا اي حاجه. لو هو قال لك ساعتها اريد كوبا من الماء مش هتفهمه. هو انا عايز اشرب دي اللي بتجيب الميه. تاني يوم انا عايز اكل، عايز اشتري، وهكذا عمال تكبر وجملك عماله تكتر، جمل مستخدمه في الواقع لحد ما بقى عندك 4 أو 5 سنين، بقى عندك كميه مهوله من الجمل بتأهلك انك تتكلم في اطار حياتك اليوميه بكل سهوله. طفل عنده 5 سنين ولا 6 سنين محدش بيعرف يوقفه. بعد كده بتبدأ تروح المدرسة وتتعلم الكتابة بقى، وتتعلم لا ده الكلمة دي اسم، دي حرف جر، دي فعل، ده انا هستخدم ده وبعد كده ده وبعد كده ده، عشان تكون جملك الخاصة. وده اللي احنا المفروض نعمله. اول حاجة لازم تدرس اللهجة وقواعد النطق بطريقة صحيحة علشان تظبط مخارجك الصوتية وتظبط طريقة النطق، تبقى فاهم ايه الاصوات اللي بتتحذف من نهاية بعض الكلمات، ايه الاصوات اللي انت بتضيفها من عندك عشان تربط ما بين كلمتين، ايه الاصوات اللي بتتحول من صوت لصوت. بعد ما تعرف القواعد دي هتاخدها وتروح تتدرب على المواقف اليومية، فيها كل الجمل اللي بتستخدمها في إطار حياتك اليومية، بحيث انك لما تتحط في اي موقف تبقى قادر انك تفهم الشخص اللي هو بيتكلم قدامك بلهجة ده، عشان انت عارف الجملة اللي هو بيستخدمها وعارف قواعد النطق اللي هو بيستخدمها. خليني اديك مثال. دي الحروف ودي الأصوات اللي انت بتنطق بيها. طبعا علشان تنطق أي جملة، الجملة بتبقى مكونة من مجموعة من الكلمات زي ما قلت لك اللي انت كنت بتكونها. لازم تكون قادر انك تنطق كل كلمة لوحدها بطريقة صحيحة. بعد كده تبدأ تدرس قواعد وصل الكلام علشان تربط ما بين كل كلمتين متتاليتين، تربط ما بين الكلمتين دول والكلمتين دول والكلمتين دول بقواعد وصل الكلام، وبكده هتقدر تنطق الجملة على بعضها بصورة متصلة. مش هتقول بقى would you like a cup of tea، ده غلط تماما. طيب في البداية لازم تكون قادر انك تنطق كل كلمة صح الأول. would you like a cup of tea. هفهمك الأصوات دي ايه وايه علاقتها بالحروف دلوقتي، بس خليني افهمك الغرض الرئيسي من من الموضوع بتاع قواعد وصل الكلام وليه المفروض تتعلم اللهجة الأول. عندك قاعدة بتقولك أي كلمة في الكون منتهية بصوت الدي، سواء would could need around أو أي حاجة منتهية بدي جا بعدها يو أو your، بتعمل إيه؟ بتاخد الدي والواي كده أهو، تشيلهم مع بعض وتحولهم لصوت اسمه ج. ج دال في جيم كده بس متصلين ببعض، ج. فبقى عندي إيه بقى؟ would you، هدمج دول فتبقى كأنها كده بالظبط would you would you. كده انا ربطت ما بين اول كلمتين would you would you. عندك قاعدة بتقولك اي كلمة منتهية بصوت متحرك لو جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن، الكلمة دي بتتنطق لوحدها والكلمة دي بتتنطق لوحدها بدون تطبيق اي قواعد وصل. يعني هسيبهم كده زي بعض. خليني اديك مثال بره الموضوع ده. too late ده منتهي بصوت متحرك اسمه long double o او مد واو عندنا في العربي، وده بادئ بصوت ساكن اللي هو light l، وبالتالي عندي كلمة منتهية بصوت متحرك جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن، دي هتتنطق لوحدها ودي هتتنطق لوحدها بدون أي قواعد وصل، فتقول too late، مفيش أي حاجة ما وصلتش ما بينهم. too late. كذلك هنا would you منتهية بنفس الصوت المتحرك اللي فيه إيه؟ to، صح؟ جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن اللي هو light l، فدي هتنطق لوحدها ودي هتنطق لوحدها، فتقول would you like would you like. طب أنا عندي كلمة منتهية بصوت ساكن جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك. هفهمك يعني إيه صوت ساكن ويعني إيه صوت متحرك دلوقتي، بس خليني أفهمك فكرة تطبيق قواعد وصل الكلام وإزاي هتوصلك للنطق المثالي. طيب أنت عندك كلمة منتهية بساكن، خلينا ناخد مثلا زي كلمة take وجاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك. take منتهية بصوت الكيس ساكن جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اسمه short I. لو انت عندك كلمة منتهية بصوت ساكن جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك، بتشيل الساكن من نهاية الكلمة الأولى وتحطه في بداية الكلمة الثانية، يعني هتشيل الكي من هنا خالص، خلاص ما عادش فيها كي، وتحطه هنا، فبتقول take it take it take it take it. يبقى أنا كده ربطت ما بين الكلمتين دول. طب خلينا نطبق الكلام ده على الجملة بتاعتنا.
عندي كلمة منتهية بصوت ساكن اللي هو صوت الكي، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك انت لسه هتدرسه اسمه شوا، هتشيل الساكن من نهاية الكلمة الأولى وتحطه في بداية الكلمة الثانية. فبقى would you like a would you like a would you like a would you like a would you like a. طب انا لو انا عندي كلمه منتهيه بصوت متحرك زي ده اهو، ما هو ده كان متحرك، جاء بعدها كلمه تبدا بصوت ساكن، بنطق كل واحده لوحدها. طب ده منتهي بمتحرك اهو، وجاي بعده كلمه تبدا بساكن، دي لوحدها ودي لوحدها، مش هطبق قواعد وصل، ما لهمش اي قواعد وصل. فاقول would you like a cup would you like a cup like a cup would you like a cup. طب انا عندي كلمه منتهيه بصوت ساكن اهو اللي هو البي، جاء بعدها كلمه تبدا بصوت متحرك الشوا، نفس الصوت اللي كان هنا ده، هشيل الساكن من نهايه الكلمه الاولى واحطه في بدايه الكلمه الثانيه، فتقول would you like a cup of. تاني would you like a car like a cup of like a cup of tea. فيبقى النطق would you like a cup of tea. بسرعه would you like a cup of tea would you like a cup of tea. دي فكرة تطبيق قواعد النطق. طيب يبقى أول خطوة المفروض تعملها إيه؟ أول حاجة تكون بتعرف تنطق كل كلمة لوحدها، بعد كده تبدأ تدرس قواعد وصل الكلام. عشان تطبق قواعد وصل الكلام لو انت خدت بالك كنت بقول لك ايه، تشوف هل الكلمة دي منتهية بصوت ساكن ولا متحرك، والكلمة اللي بعدها بادئ بصوت ساكن ولا متحرك، وبالتالي قواعد وصل الكلام عشان تطبقها لازم تكون واخد بالك من نهاية الكلمة دي ومن بداية الكلمة اللي بعدها هل هي منتهية بساكن ولا متحرك. طب دلوقتي لو انا سألتك يعني ايه صوت ساكن اصلا ويعني ايه صوت متحرك وايه الرموز دي، خليني افهمك. أول حاجة أنا عايز أنطق كل كلمة لوحدها بطريقة صحيحة. طبعا أنت درست في المدرسة إن عندك 26 حرف، بس هم دول 26 حرف في اللغة الإنجليزية. الحروف دي عمرها ما هتعلمك إنك تنطق صح، بل بالعكس الحروف ده هي اللي هتخليك تنطق غلط. طب ليه يا عم الحروف هتخلينا ننطق غلط؟ كلمة زي كده وكلمة زي كده وكلمة زي كده وكلمة زي كده مثلا. خلينا نبص على النطق، هتلاقي دي بتنطق كده ودي بتنطق كده ودي بتنطق كده ودي بتنطق كده. دي الأصوات. في البداية خليني أفهمك إن أنت عندك 44 صوت في اللغة الإنجليزية. الأصوات دي مقسمين ل20 متحرك دائما و24 ساكن دائما. يعني ايه بقى صوت ساكن وصوت متحرك؟ قبل ما نبدأ ندرس نطق الكلمات دي خليني اوضح لك يعني ايه صوت ساكن ويعني ايه صوت متحرك عندنا في العربي. انت عندك شوية حروف ساكنة في العربي جميلة جدا، عندك حرف السين وعندك حرف الكاف وعندك حرف العين وعندك حرف الصاد، اي حرف انت عايزه، دي حروف ساكنة او اصوات ساكنة. جميل. بكل بساطة بقى لو انا جيت قلت لك في كلمة زي كده، قلت لك انطق لي الكلمة دي، مش هتعرف تنطقها. انت لغتك العربية اهو مش هتعرف تنطقها. هتقول سحرة، هقول لك لا غلط. هتقول لي ساحر، هقول لك غلط، انا عايز سحرة. طب ايه اللي بيخليك غلط؟ التشكيل. يعني انا لو قلت لك سو حي را، التشكيل في اللغة العربية دي الأصوات المتحركة. انت عندك بالفعل 28 حرف في اللغة العربية. لو انت حطيت على مثلا سين حطيت فتحة هتقول سا، لو حطيت كسرة هتقول سي، لو حطيت ضمة هتقول سو. وبالتالي الأصوات دي ضمة فتحة كسرة دي عبارة عن حركات صوتية، ده صوت متحرك. وقته قليل. لو اتحط على الكي اللي هو الصوت الساكن، وظيفة الصوت المتحرك انه يحرك الساكن اللي بيتحط عليه. يعني ايه يحركه؟ يعني بيديله النبرة الصوتية بتاعته، دي لوحدها بتنطق وقتها قليل. هتحط على الكاف تبقى كا، لو حطيتها على السين تبقى سا، لو حطيتها على العين تبقى على الصاد تبقى صا بس. وكذلك الكسرة لو حطيتها على السين تبقى سي، كاف كي عي صي، وهكذا. دي فكرة الأصوات المتحركة. انت عندك 6 أصوات متحركة في اللغة العربية: ضمة فتحة كسرة ومد ألف مد ياء مد واو. طبعا كل صوت بيبقى ليه نبرة صوتية، يعني دي مفتوحة اهو ولها وقت، يعني ده وقته قليل.
لو طولت الوقت يبقى انت كده دخلت على صوت متحرك تاني خالص ومعنى الكلمة اتغير. يعني انت لو بتقول مثلا سحرا، لو انت خدت بالك حطيت على السين فتحة، الفتحة دي مفتوحة وقتها قليل. لو حطيت عليها مد ألف ده صوت متحرك، هتقول ساحر، اتغير معنى الايه؟ الكلمة. تمام كده؟ دي فكرة الأصوات الساكنة والأصوات المتحركة. طيب التشكيل ده وظيفته ايه يعني في الحياة؟ ولا اخترع امتى أساسا؟ كان زمان أول ما القرآن نزل طبعا ما كانش مكتوب، كانوا ايه؟ الصحابة حافظينه وخلاص. في حروب الردة والكلام ده بدأ ايه؟ صحابة كتير يموتوا، فقال لك لا ده احنا لازم نكتب القرآن. كتبوا القرآن بس من غير تشكيل، ولا كان في علم نحو ولا في أي حاجة من الكلام ده. بعد كده الفتوحات الإسلامية كترت قوي، وبدأ ناس أصلا غير ناطقين باللغة العربية يبدأوا يخشوا فين؟ في الإسلام، يجوا يقرأوا القرآن تلاقوهم بيغلطوا غلطات قاتلة، اللي هو بيكفروا من الآخر. يعني تشكيلة واحدة ممكن تغير معنى الجملة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم اللي بيخشوا من الله، عشان بس حطيت فتحة على الله، هو المفعول به والفاعل مضموم. هم بقى كانوا بيغلطوا في الكلام ده، ما هم مش فاهمين ايه ده ومفيش تشكيل ولا اي حاجة من الكلام ده، وبالتالي بدأوا يخترعوا علم النحو، فبدأوا يخترعوا الأصوات اللي أنا بقولك عليها دي. سابوا الحروف زي ما هي وبدأوا يعملوا الأصوات دي زيادة على الحروف علشان توضح لغير الناطقين باللغة الغلطات دي، فيقدروا يوصلوا للنطق المثالي بالظبط وما يودوش نفسهم في داهية. الإنجليزي بقى برضو كان عبارة عن 26 حرف استخدموا في تكوين الكلمات بتاعت اللغة الإنجليزية، بس طبعا كان بيواجههم مشكلة. المشكلة دي هم ذات نفسهم ما كانوش حاسين بيها. ليه؟ عشان هم أصلا دي لغتهم الأم طول عمرهم. يعني أنا لو قلت لك كده محمد كسر الشباك من غير تشكيل، هتعرف ان دي كسر، محمد كسر الشباك. ليه؟ عشان لغتك الأم، انت أساسا بتعرف النطق أو المقصود من الكلمة دي وتشكلها في دماغك وتنطقها، لغتك. وهم كذلك كانت لغتهم، فبيوصلوا للنطق المثالي بدون أي مشكلة. بس الإنجليزي دلوقتي بقى اللغة الأم في العالم وكله عايز يتعلمه، غير ناطقين باللغة الإنجليزية، فبدأ بيواجههم مشاكل. فعشان كده عملوا لهم الأصوات. خليني أوضح لك هم كانوا بيتعاملوا ازاي بالحروف زمان، او ازاي كونوا كلمات اللغة الإنجليزية. والله انت عندك مثلا صوت متحرك اسمه short A، وعندك صوت اسمه long A. الكلام ده ما كانش اساسا ليه اسماء، ما كانش في حاجة اسمها اصوات، هم كان عندهم 26 حرف وخلاص. فكانوا عايزين يقولوا كلمة قبعة مثلا، فقال لك كتبها كده هات، وقال لك بتتنطق ده short A فيقول هات. جميل. طب انا عايز اقول كراهية او يكره hate، صوت متحرك long A، هعمل ده كان short A، عايز انطقه long A. هل هتكتب برضو هات؟ طب هتعرف تميز ما بين الكلمتين؟ دي بتتنطق هات ودي هيت، لا مش هعرف. فقال لك خلاص يا عم، الشورت A او اللي بقوله سيبه زي ما هو، واللي بقوله حط في الاخر. دي مش منطوقة، بس عشان تميز الكلمتين عن بعض تعرف ان دي ودي ومن هنا بدأ يوجد الحروف غير المنطوقة اللي هم silent. فبقوا بيعملوا عندك مثلا كلمة زي sin، يعني ذنب او معصية، الصوت ده اسمه short I، الحرف ده اتنطق بصوت اسمه short I، كسرة بسيطة sin. طب هم عايزين يعملوا كلمة زي يمضي، لسه بيخترعوا الكلمات، فقال لك sign اللي هو نطق حرف I. طب ما انا هكتبه ازاي؟ هكتبه كده برضو I؟ لا مش هكتبه ما ينفعش. طب هفرق ما بينه ازاي وما بين كلمة اثم او ذنب او معصية؟ فقال لك خلاص ضيف حرف غير منطوق، فقال لك هضيف جي بعده كده غير منطوقة واقول sign، بس دي هتوضح لي ان الاي دي منطوقة I اللي هو long I. فبدأ الناس المغتربين او غير الناطقين باللغة لما جم يتعلموا مش فاهمين بقى الحوارات دي. هو ده غير منطوق ليه يا عم؟ انا هنطقه سجن، هنطق كلمة زي دي تومب. طب يا حبيبي البي اصلا عندهم غير منطوقة، انت ليه بتنطقها تومب اصلا؟ فاهم الفكرة؟
الحروف غير المنطوقة اللي هم عملوها عشان يحلوا مشكلة ان دي الاي هتتنطق كسرة A ولا هتتنطق I long I، سببت مشكلة اللي جايين يتعلموا جديد، فبدأوا يعملوا علم زي علم النحو عندنا اللي هو التشكيل. عملوا الأصوات. قال لك ايه يا باشا؟ هندي لده رمز فبقت شورت اي زي ما هو سن، ده اسمه شورت اي. اي الصوت المتحرك وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو عبارة عن حركة صوتية بيضاف للساكن اللي قبله ده اهو عشان يحركه. دي منطقة كسرة ايه، هينضاف للاس تبقى س سن سن، وقتها قليل. هنا قال لك لا دي مكتوبة بالحروف، انا مش عارف الحرف ده منطوق ولا لا، انما لو كتبتها بالاصوات هكتب الصوت ده اي وعليه شرط اهو كده. مفيش بقى اللي مش منطوق مش هتلاقيه مكتوب في الاصوات، ده نطق الكلمة المثالي. فده بيتنطق اول ما تشوف الرمز بتاعه هتقول اي، مش انت اول ما بتشوف الفتحة محطوطة كده بتقول فتحة وتحطها على الكي فتبقى كا. هنا كذلك اول ما تشوف الرمز ده هتقول اي وتحطها على الاس فتبقى ساي. طب والان هل بعدها صوت متحرك يحركها؟ في اي صوت متحرك هنا؟ لا، فتحط عليها سكون وتقول ساين. هنا كلمة زي مثلا هات، والله هتبص تلاقي النطق بتاعها مكتوب الشورت ايه مكتوب هو نفس الايه الحرف ده. اول ما تشوفه في نطق الاصوات بتقول ده النطق بتاعه كده مد الف حنين، وقته طويل وحنين، بينضاف للساكن اللي قبله. ما هو الصوت المتحرك وظيفته ايه؟ بينضاف للساكن اللي قبله عشان يحركه، فبتقول ها. والتي هل بعدها اي صوت متحرك يحركها؟ لا، ما بعدهاش اي حاجه، فتحط عليها سكون وتقول هات هات. ده فكره عمل الصوت الساكن والمتحرك. طب خليني بقى الكلمه الثانيه اللي هم عملوها، كتبوا لك ايه؟ كتبوا لك ايه مش منطوقه. طب يا عم انا عايز اشوف الرموز الاصوات اللي انا هنطقها بس، ماليش دعوه بالحروف. فبقول ايه؟ باخد الكلمه دي اقول الاتش اتنطقت اتش والاي اتنطقت لونج اي، رمزها ايه وعليه شرطه، نطقها نطق الحرف بتاع الاي اي. الصوت المتحرك ده وظيفته ايه؟ بينضاف للساكن اللي قبله فبيحركه. يعني ايه يحركه؟ بيديله النبره الصوتيه بتاعته والمده الزمنيه بتاعته. هو بينطق اي ينضاف للاتش تبقى هي. طب التي نطقت تي، الاي ليها نطق؟ لا ملهاش نطق، فتحط على التي سكون وتقول هيت هيت هيت. خدت بالك بقى؟ انا كده عرفت افرق ما بين الكلمه دي والكلمه دي بكل بساطه من خلال بس ان انا عرفت اوضح لك الصوت المتحرك بينطق ازاي. هي دي الفكره. هم بقى عشان يوضحوا لك الصوت المتحرك او يفرقوا ما بين الكلمات قعدوا يضيفوا حروف ايه؟ زياده. الحروف الزياده دي كانت بتغلط الايه؟ غير الناطقين باللغه الانجليزيه. خليني اوضح لك بقى لما جم بقى يخترعوا فكره الاصوات وكان انت عندك 26 حرف و44 صوت، سببوا مشكله ايه؟ انت عندك وليكن كلمه زي دي، والله البي اتنطقت بصوت البي، الاو اتنطقت بصوت شورت او، ده اسمه شورت او. نطقه عامل ازاي يا عم؟ مد الف مفخم. انت هتدرس الاصوات المتحركه صوت صوت زي ما انت عارف الاصوات المتحركه بتاعت العربي فتحه كسره ضمه مد الف مد ياء مد واو، عارف المده الزمنيه بتاعتها طويله ولا قصيره، وهي هل هي مفتوحه ولا مكسوره ولا مضمومه، او اي، ولا وقتها طويل او اي. هتعرف برضو الاصوات المتحركه اللي هم ال20. اول ما تعرف النطق بتاعه كل اللي عليك هتعمل له ايه؟ هتاخد النطق بتاعه ده وتضيفه للساكن اللي قبله وبس كده، تبقى وصلت للنطق المثالي للكلمه، بقيت بتعرف تنطق كل الكلمات. طب والحروف اللي مش منطوقه في الكلمات مش هتسبب لي مشكله، ما هي مش مكتوبه في الاصوات. تمام كده؟ فانا عندي كلمه زي دي، البي اتنطقت بي، الاو اتنطقت بصوت الشورت او، الاكس حرف واحد بس اداني صوتين اتنين كي اس. خدت بالك؟ ده بقى اتسبب فيه ايه؟ عدد القليل من الحروف والعدد الكبير من الاصوات. عشان العدد القليل ده من الحروف يستوعب الكميه الكبيره دي من الاصوات، هتلاقي ان الحرف الواحد بينطق باكتر من طريقه. ممكن حرف واحد زي السي يتنطق مره بصوت الاس ومره بصوت الكي. ممكن حرفين يندمجوا مع بعض ويديك صوت واحد. ممكن حرف واحد يديني صوتين اتنين في نفس الوقت في نفس الكلمه. خليني اوضح لك مثال ان حرف واحد هيتنطق باكتر من صوت. بص كده على حرف الاو هنا، هتلاقيه اتنطق بصوت متحرك اسمه شورت او. انا ما عنديش في الكلمه دي غير هي صوت متحرك واحد بس اللي هو الشورت او. ده ساكن وده ساكن. جميل. الشورت او ده انت اول ما تدرسه على طول هتعرف ان هو بيتنطق مد الف مفخم. الصوت ده اول ما تشوفه هتقول
سواء بقى جه في اول الكلمه، في نص الكلمه، في اخر الكلمه، اول ما تشوف الرمز تقول زي ما انت اول ما تشوف الفتحه وحطيتها على السين بتقول ايه؟ سا، على الكاف كا، على العين ماليش دعوه بالصوت الساكن اللي الفتحه هتتحط عليه، كده كده الصوت المتحرك هو اللي هيدي الحركه للصوت الساكن. فانت كل اللي عليك انك تعرف النبره الصوتيه والمده الزمنيه بتاعه الصوت المتحرك ده. جميل. طب الصوت المتحرك ده بينطق مد الف مفخم. يعني ايه مفخم؟ يعني بتقول ما بتقولش مش حنين كده، لا مفخم. تمام. عرفت الصوت ده. الصوت المتحرك وظيفته ايه؟ بينضاف للساكن اللي قبله عشان يحركه. جميل. يعني ايه يحركه؟ يعني بيديله النبره الصوتيه بتاعته والمده الزمنيه بتاعته. ده مد الف مفخم وقته طويل. هيتحط على البي يبقى با با با. طب الكي اس هل بعدهم صوت متحرك يحركهم؟ لا، فتحط عليهم سكون وتقول باكس باكس. فخدت بالك حرف الاو اتنطق هنا شورت او. طب خلي بالك هنا حرف الاو هنا اتنطق بصوت متحرك او عليه شرط اهو، ده اسمه لونج او. نفس نطق حرف الاو. شوف انت لما بتيجي تقول او هو ده الصوت اللي معانا دلوقتي، ده لونج او. اول ما تشوف الرمز ده في اي حته تقول على طول. يعني كلمه زي كده لو جيت تبص على النطق بتاعها هتلاقيه مكتوب كده. اول ما تشوف ده هتقول فتحطه على الاس الساكن تقول كلمه زي كده هتبص هتلاقي مكتوبه كده يتحط على الاتش تبقى هوم جو. ما هو الصوت المتحرك بيتنطق والصوت المتحرك وظيفته انه بينضاف للساكن اللي قبله. انضاف على الاس بقت انضاف على الجيم بقت جو، انضاف على الاتش بقت هو. طب الام ما بعدهاش اي صوت متحرك يحركها فتحط عليه سكون وتقول هوم. طب والاي يا عم؟ هو في ايه هنا في النطق؟ مفيش، خلاص يبقى ملهاش نطق. يبقى انا كده لحد دلوقتي حرف الاو اتنطق مره بشورت ونفس حرف الاو اهو اتنطق مره تانية بلونج جميل. طب حرف الاو هنا اتنطق، خدت بالك كده 2 عليهم شرطه. الصوت ده اسمه ايه؟ الصوت ده اسمه لونج دبل عامل زي مد الواو عندنا في العربي. عارف مد الواو؟ هو كده ده نطقه. طيب انا عندي ده صوت متحرك وده صوت ساكن وده صوت ساكن. وظيفه الصوت المتحرك في الكلمه بيعمل ايه؟ بينضاف للساكن اللي قبله فبيحركه. ده بيتنطق مد واو. هينضاف للتي فتبقى تو. طب الام هل بعدها اي صوت متحرك يحركها؟ لا، فتحط عليها سكون وتقول توم. هتيجي تقول لي طب والبي؟ يا عم مفيش بي، انت شايفها في النطق؟ لا، دي فكره الاصوات. الاصوات هتوصلك للنطق المثالي للكلمه 100%. ليه؟ علشان اللي انت بتشوفه بتنطقه بس، انما الحروف في حروف مش منطوقه كتير وانا فهمتك ليه. طيب كلمه زي كده يبقى الاو برضه اتنطقت بمد واو، يعني اتنطقت مره بمد الف مفخم ومره ومره مد واو. طب الاو هنا اتنطقت بحاجه اسمها شوا. الشوا دي لما بتيجي في نص الكلمه بتنطقها كالتالي، بتقول وتضيفها للساكن اللي قبلها اللي هو الكي فتقول كي وتلغي الوقت بتاعها، ملهاش وقت خالص. كن contain ده نطق الكلمه. ما بتقولش contain، بتقول contain. هتتدرب على كل الاصوات دي وهتتعلمها. اللي انا عايز افهمه لك دلوقتي من الكلام ده ان انت حرف واحد اهو اتنطق باكتر من صوت. طب انت دلوقتي لو شفت اي في كلمه زي مثلا لو جيت قلت لك انطق الكلمه دي، ما انت ممكن تقول لي honest، وممكن تبقى انت فاهم وعارف ان الاتش مش منطوقه فتقول honest. طب ده غلط في الاتنين. الصح ازاي؟ الصح كده. انما لو شفت نطقها برموز الاصوات ده اول ما تشوف ده تبقى انت عارف يا عم ده مد الف مفخم بيتنطق خلاص يبقى الكلمه دي بتنطق honest. مش ده شورت اي زي اللي انا كنت قايل لك عليه في كلمه سن كسره بسيطه. nest honest. خدت بالك؟ وده وقته طويل. honest. خدت بالك من الفكره دي؟ طب كلمه زي كده لو انت جيت قلت لي كوبي، طب ما انا هقول لك لا يا عم، بص على النطق برموز الاصوات هتلاقي ان الاو اتنطقت شورت فتقول الصوت المتحرك وظيفته ايه؟ بينضاف للساكن اللي قبله عشان يحركه. ده مد الف مفخم. ينضاف للكي تبقى كا، وبعد كده البي بعدها صوت متحرك اسمه مد ياء او لونج اي بينضاف للساكن اللي قبله فتقول بي، فبقى نطق الكلمه كابي.
كوبي. هي دي الفكرة بتاعت نطق الأصوات. كل اللي عليك عشان توصل للنطق المثالي للأصوات إنك تعرف الرموز بتاعت الأصوات وتعرف النطق بتاعها. عشان كده أول حاجة بتعملها إيه؟ بتروح تدرس الأصوات المتحركة والأصوات الساكنة. أول حاجة من خلال الأصوات دي هتكون عارف النطق الصحيح للكلمة بنسبة 100%، عشان أي حاجة مش منطوقة مش هتلاقيها مكتوبة قدامك، وكل حرف هتبقى أنت عارف هو منطوق بصوت إيه بالظبط. الاصوات ما بتتغيرش، انما انت خدت بالك حرف الاو اتنطق مره مد الف، مره مد واو، مره شوا، مره او، اي حاجه. ليه بيحصل كده ان الحرف الواحد بينطق باكتر من طريقه؟ عشان انت عندك 26 حرف بس و44 صوت. عشان العدد القليل ده من الحروف يستوعب الكميه الكبيره دي من الاصوات، هتلاقي الحرف الواحد بيتنطق باكتر من طريقه، وده بيسبب لك انت مشكله اثناء النطق. خليني مثلا اديك مثال بسيط كده. انت لو شفت كلمه زي كده، لو جيت قلت لك انطقها مش هتعرف تنطقها، انما انت لو شفت نطق الاصوات بتاعها ولقيته كده هتبقى فاهم ان السي اتش اتنطق كي. هل انت كنت عمر يجي في دماغك ان السي اتش تنطق كي؟ لا. انما الاصوات هتفهمك لا يا عم ده كي، وده الصوت اللونج اي اللي انا قلت لك عليه زي كلمه هيت، صح؟ كلمه هيت قلت لك اهو، انت خلاص عرفت ان الاي وعليها شرطه بتنطق اي، والاي وعليها نقطتين بتنطق خلينا نطبق الكلام ده على الكلمه بتاعتنا عشان نوصل للنطق المثالي. والله انا لو شايفها بالحروف مش هعرف نطقها، لو موت. انما لو شايفها بالاصوات يا عم كي وبعدها اللونج اي ده بيتنطق اي، هينضاف للكي، ما هو الصوت المتحرك بينضاف للساكن اللي قبله عشان يحركه، ده بينطق اي هينضاف للكي تبقى كي. طب ماشي، ده يه ساكنه اللي هي الواي، ده بيتنطق مد الف مفخم هينضاف على اليه فتقول يا فبقت كي يا. طب الاس هل بعدها صوت متحرك يحركها؟ لا، فتحط عليه سكون وتقول كياس. ده نطق الكلمه المثالي 100%، ده اللي انت هتسمعه. لو انت جيت تبص مثلا على كلمه زي كده، والله انت درست الصوت المتحرك اللي اسمه long I او عرفته دلوقتي، اللي هو كان في كلمه sign كنا بنقول I، صح؟ ده صوت متحرك انت عرفته I، وده صوت متحرك على بعضه كده اسمه R، فبقت archive. ده I ينضاف للساكن اللي قبله فتقول كاي، والفي ما بعدهاش اي اصوات متحركه فتحط سكون فتقول archive بس. لما تعرف رموز الاصوات هتعرف النطق المثالي للكلمه، وهو ده اللي احنا عايزينه كاول خطوه في ان احنا ننطق الجمله على بعضها بصوره متصله. زي ما قلت لك لازم تكون بتعرف تنطق كل كلمه لوحدها بطريقه صحيحه. بعد ما تعرف تنطق كل كلمه لوحدها صحيحه هتبدا تدرس قواعد وصل الكلام. عرفنا احنا فكره الاصوات الساكنه والاصوات المتحركه. لو انت اتعاملت بالحروف بقى هتلاقيهم بيقولوا لك كلام غريب جدا، وده هيسبب لك مشكله. خلينا نشوف ايه المشاكل اللي انت هتقابلها لو اتعاملت بالحروف. لو انت ما درستش الاصوات وقلت لا يا عم انا هتعامل بالحروف، انا عندي 26 حرف مش عايزين وجع دماغ، 44 صوت ايه ده موال، انا هتعامل بالحروف. اول حاجه مش هتبقى عارف النطق الصحيح للكلمه. تاني حاجة مش هتبقى عارف هي الكلمة دي منتهية بصوت ساكن ولا متحرك وبادئة بصوت ساكن ولا متحرك، عشان تطبق قواعد وصل الكلام وبالتالي تنطق الجملة على بعضها بصورة متصلة. مش هتعرف. هتقول لي ليه يا عم؟ ما انا عندي الحروف الخمسة A E I O U دي حروف متحركة دائما. في حاجة اسمها حروف متحركة دائما؟ ما انا لسه موضح لك دلوقتي ان الحرف الواحد ممكن يتنطق بأكتر من طريقة. ممكن الحرف ده حرف واحد يديني مرة صوت متحرك ونفس الحرف هيديني صوت ساكن. هتقول لي ازاي يا عم؟ هو ده ينفع؟ ينفع عادي. الساكن والمتحرك صفات خاصة بالأصوات، يعني انت عندك 20 صوت متحرك لهم رموزهم و24 صوت ساكن لهم رموزهم. بعد كده بتشوف الكلمة مكتوبة عندك بالحروف، بتشوف الحرف أصدر صوت ايه. والله لو الحرف أصدر صوت متحرك خلاص يبقى الحرف ده متحرك، طب لو أصدر صوت ساكن يبقى الحرف ده ساكن. هو ينفع؟ خليني اديك شويه امثله واديك شويه حالات هم بيقولوا لك عليها شاذه عشان انت ما درستش الاصوات. اول حاجه كلمه زي كده، لو انت خدت بالك هتلاقي الام اتنطق بصوت الام، الاي اتنطقت شورت اي، ال ادتني صوت ال، الاي ده هي بقى اتنطقت واي ساكنه، الاو اتنطقت شوا، والان اتنطقت ان. لو خدت بالك هتلاقي ان حرف الاي اتنطق مره صوت اسمه شورت اي، عامل زي الكسره كده، لسه انت واخده في كلمه سن، هو اللي في كلمه ديد بيد، وهكذا. ده اللي هي مناقصه بيد دي مش سرير،
دي مناقصه والعطاء بتوع المهندسين. ما علينا. لو انت خدت بالك حرف واحد ملوش اي كونيا، الحروف ال 26 ملهمش اي كونيا، يعني ما ينفعش تقول على حرف ده ساكن دائما او ده متحرك دائما، غلط. جميل. انت عندك حرف بتشوفه اتنطق بصوت ايه؟ لقيته اتنطق بصوت اسمه شورت اي، هو رمزه اي عامل زي الكسر عندنا في العربي، خلاص يبقى انا عارف ان الحرف ده اصدر صوت متحرك، يبقى الحرف ده متحرك. الحرف اللي ملوش كونيا ده اكتسب صفة الحركة من الصوت اللي اصدره. طب نفس حرف الاي اهو، هتبص تلاقيه هنا اتنطق بصوت الواي، ده صوت ساكن، احد الاصوات الساكنه ال 24 اللي انت هتدرسهم. فانت عندك نفس الحرف في نفس الكلمه اتنطق مره بصوت متحرك ومره صوت ساكن. لما اتنطق بصوت متحرك هنعامله معامله ان هو حرف متحرك، ولما اتنطق بصوت ساكن هنعامله حرف ساكن. وبالتالي ال دي هتبقى انت فاهم ان في عندك نوعين من ال، لايت ال ودارك ال. امتى بتنطق ال دارك ال يعني لساني ما بيلمسش السقف بقي؟ لما يبقى عندك بعدها حرف ساكن. هتدرس الكلام ده قدام، بس انا عايز افهمك ان هو ده عشان ساكن دي هتنطق دارك ال. طب خليني افهمك حاجه، بص كده على الكلمتين دول. طبعا انت عارف ان احنا بنحط قبل الكلمة اللي بتبدأ بحرف ساكن، ده اللي احنا درسناه، حرف ساكن، وآن قبل الكلمة اللي بتبدأ بحرف متحرك. جميل. بتقول له يا عم طب ايه الحروف المتحركة؟ يقول لك A E I O U. يا عم هم دول دائما متحركين؟ مفيش الكلام ده، مفيش حروف دائما متحركة او دائما ساكنة. حرف الار ممكن يبقى متحرك، ال بيديني جزء صوت متحرك، هتعرف انت كل الكلام ده وبيترتب عليه قواعد كتير. هيقول لك لا يا عم، ايه يا عم ار اي او؟ لا، هو اي 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 او دول هم المتحركين، وهو اصلا مش عارف يعني ايه صوت متحرك اساسا. بس خلينا نتماشى معاه. طب هتيجي تقول له كلمه زي دي umbrella، هتقول له بيتحط قبلها ولا ان؟ هيقول لك بنحط قبلها ان. ليه يا عم؟ هو ايه اللي ليه يا عم؟ ده بدأ بحرف اليو وده حرف متحرك. هتقول له جميل. طب كلمه زي university بتحط قبلها ولا ان؟ المفروض تحط ان، ما هي بدأ بنفس حرف اليو وده حرف متحرك. يقول لك لا هنحط قبلها طب ليه؟ حالة شاذ. هو ايه اللي حالة شاذ؟ مفيش حاجة اسمها حالة شاذ، انت اللي مش فاهم. ايه اللي بيحصل؟ حرف اليو هنا اصدر لي صوت واحد متحرك، والام بعده اهو اصدرت الام. انا عندي حرف واحد ملوش كونيا، لما جيت اشوفه اتنطق بصوت لقيته اصدر لي صوت متحرك. خلاص ما دام الحرف اصدر صوت متحرك يبقى الحرف ده بيكتسب صفه الحركه من الصوت، فيبقى حرف متحرك. فالكلمه دي تبقى بادئه بساكن ولا متحرك؟ بادئه بمتحرك، فتحط قبلها ان. طب هنا حرف اليو لما جيت تبص اصدر لي صوت لقيت ان الان اتنطقت ان اهو. خلاص. طب حرف اليو حرف واحد زي حرف الاكس كده، اصدر لي صوتين، كي اس في كلمه باكس. هنا برضو حرف اليو اصدر لي صوتين، واحد فيهم ساكن اللي هو الواي اللي انا لسه قايل لك عليه، والتاني فيهم اللونج دبل او اللي كان في كلمه توم، مقبره، ده مد واو فالصوت المتحرك اللي هو مد واو انضاف للياء الساكنه يو، وبالتالي حرف واحد اصدر لي صوتين، واحد فيهم ساكن واحد متحرك. الحرف ده لا هو ساكن ولا هو متحرك، ده حرف مركب. طيب اول صوت اتنطق في الكلمه الساكن ولا المتحرك؟ الساكن اللي هو الياء الساكنه، صوت الواي، وعشان كده الكلمه دي بادئه بساكن، وعشان كده بتحط قبلها مش شاذه ولا حاجه. طب لو انت ما قدرتش تحدد هل الكلمه دي منتهيه بساكن او بادئه بساكن ومنتهيه بمتحرك وبادئه بمتحرك، هتعرف تطبق قواعد وصل الكلام؟ لا مش هتعرف تطبق قواعد وصل الكلام. قواعد وصل الكلام بتتوقف على والله الكلمه دي منتهيه بساكن جه بعدها كلمه تبدا بمتحرك، هتشيل الساكن من هنا تحطه هنا. وفي قواعد تانية كتير بيتوقف عليها حذف وحاجات مش عايز ادخلك فيها دلوقتي، بس انا بفهمك ان الحروف ملهاش كونية، يعني الساكن والمتحرك دي صفات مش خاصه بالحروف، ولما تيجي تطبق القواعد بتطبقها على الاصوات. خلينا اديك مثال يفهمك الليله دي اكتر. لو انت جيت تقول مثلا لواحد please send me a ولا an SMS، لو انت بتتعامل بالحروف هتقول لا يا عم، اس ده بادئ حرف ساكن، حرف الاس مش احد الحروف دي A E I O U، وبالتالي هاخد غلط. SMS بادئه بصوت متحرك. هتقول لي ازاي يا عم؟ انت بتهزر ولا ايه؟ هقول لك ازاي. انت عندك 4 انواع من الاختصارات، في نوع فيهم اسمه initialism. ايه بقى النوع ده؟ بتاخد اول حرف من كل كلمه، يعني عندك short خدت منها الاس، message خدت منها الام،
service خدت منها الاس، وبتنطق كل حرف لوحده. نطق الحرف ده اس. خلي بالك كده من كلمة اج بيضة بتتنطق ازاي؟ شورت اي مفتوحة كده وبعد كده ده اتنطق جيم اج. حرف الاس في نفس الصوت المتحرك ده اهو، بتقول اس اج اس اج اس، وكذلك ام اس. فحرف واحد بينطق بايه؟ بصوتين اس. طيب ده شورت اي، ده صوت متحرك، فالاختصار ده بادئ بساكن ولا متحرك؟ بادئ بمتحرك اللي هو الشورت اي، وبالتالي تحط قبله ان، تبقى غلط. ليه بتحط ان يا عم؟ ده بادئ بحرف ساكن. انا ماليش دعوه بالحروف، الحرف مالوش كونيا انك تقول عليه ساكن ولا متحرك، انا ليا دعوه بالاصوات اللي اتنطقت. اول صوت اتنطق في الاختصار ده صوت متحرك اسمه شورت اي، وبالتالي هحط قبله ان، فتقول please send me an SMS. تمام كده؟ وبالتالي انت علشان اصلا تبدأ تنطق كل كلمة لوحدها بطريقة صحيحة لازم تدرس الأصوات، علشان تقدر تحدد نوع الصوت اللي موجود هنا ونوع الصوت اللي موجود هنا هل هم ساكن ولا متحرك. لازم تدرس الأصوات وتدرس الحروف وعلاقتها بالأصوات، بكده هتقدر تنطق الكلمة لوحدها بطريقة صحيحة، وتعرف نوع الصوت اللي موجود هنا ونوع الصوت اللي موجود هنا، فتطبق قواعد وصل الكلام، فتربط ما بين كل كلمتين متتاليتين، فتنطق الجملة على بعضها بصورة متصلة. ده اللي انت المفروض تعمله. خليني افهمك ايه بقى المقاطع الصوتية اللي بتتكون منها الكلمة، عشان تبقى انت فاهم الكورس هيمشي ازاي، الخطوات بتاعته واحدة واحدة. انا قلت لك اول حاجة هتدرسها الاصوات. الاصوات دي 44 صوت. الأصوات دي لما تدرسها المفروض إنك تنطق كل كلمات اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة. ما هي الأصوات أهو اللي منطوقة مكتوبة قدامي، وأنا عارف رموز الأصوات ودرستها وعارف طريقة نطقها. هضيف الصوت المتحرك للصوت الساكن اللي قبله وانطق الكلمة عادي. جميل، أنت صح، بس هتنطق 95% من الكلمات بس صح. هتقول لي إزاي يا عم؟ هو ال5% دول راحوا فين؟ لازم تروح تدرس لهم تاني حاجة، اللي هي المقاطع الصوتية اللي بتتكون منها الكلمة. ايه هي بقى المقاطع الصوتية اللي بتتكون منها الكلمة؟ كل كلمة بيبقى فيها أصوات متحركة وأصوات ساكنة زي ما انت فاهم، صح؟ في كلمات ما فيهاش أصوات ساكنة، بس كل الكلمات لازم يبقى فيها صوت متحرك. ما هو انت مش هينفع تنطق صوت ساكن لوحده كده، حتى لو انت جيت تنطق حرف ساكن لوحده كده هتضيف له صوت متحرك من عندك. تقول اس، ما ينفعش تنطقه س، ده غلط. مفيش ولا كلمة في اللغة الإنجليزية إلا لازم يكون فيها صوت متحرك، إنما في كلمات في اللغة الإنجليزية ما فيهاش أصوات ساكنة، فيها صوت متحرك واحد وخلاص. زي مثلا ده مكونة من كده أو، خلصنا. دي مثلا رعب، دي مثلا آي، وهكذا. إنما ما فيش ولا كلمة في الإنجليزي ما فيهاش صوت متحرك، على الأقل يبقى فيها صوت متحرك واحد بس وما فيهاش أي أصوات ساكنة. تمام؟ ايه بقى فكرة المقاطع الصوتية وليه المفروض ادرسها؟ اول حاجة انت بتدرس انواع المقاطع الصوتية، بعد كده بتدرس ازاي تحدد عدد المقاطع الصوتية اللي موجودة في الكلمة. قدامي كلمة عايز اعرف هي فيها كم مقطع، هي مقطع واحد ولا مقطعين ولا 3. بعد كده بعد ما تحدد العدد بتبدأ تحدد بداية ونهاية المقطع الصوتي. ليه بقى بعمل كده؟ عشان في قواعد وصل بين المقاطع دي، في اصوات بتتحذف من الكلمة ذات نفسها. يعني انت مثلا كلمة زي كده المفروض كنطق تبقى كده 20، بس انت هتبص تلاقي نفسك بتحذف التي وبتقول 20. طب ليه يا عم؟ هو بالحب كده؟ لا مش بالحب، في قواعد دي خليني اطبقها لك. مثلا هنا عندك اداة كلمة فيها صوتين متحركين، ادام الكلمة فيها صوتين متحركين يبقى فيها مقطعين صوتيين بيحصل توقف في النص. يعني ايه توقف في النص؟ خليني افهمك الموضوع ده. لو انت عندك كلمة فيها صوت متحرك واحد يبقى فيها مقطع صوت واحد بس، لو فيها صوتين متحركين يبقى مقطعين صوتيين، وفي فاصل ما بين المقطعين الصوتيين. لو 3 أصوات متحركة يبقى 3 مقاطع صوتية. يبقى عدد الأصوات المتحركة اللي في الكلمة بيساوي عدد المقاطع الصوتية اللي بتحتوي عليها الكلمة. يعني مثلا لو أنا عندي كلمة زي كده هتبص للنطق بتاعها هتلاقيه كده. انت لما تدرس الصوت ده هتعرف ان هو صوت متحرك، فالكلمه دي بتحتوي على صوت متحرك واحد بس، يبقى الكلمه دي مكونه من مقطع صوت واحد بس، مش هيحصل فيه اي توقف، هيتنطق على مره واحده. طب الصوت المتحرك ده بينطق ازاي؟ عامل زي الفتحه بس مفخمه، فتحه عندنا في العربي بس مفخمه.
مش مش حنينه، لا مفخم. طب الصوت المتحرك وظيفته ايه؟ بينضاف للساكن اللي قبله عشان يحركه، فكأنك بتشيل الفتحه المفخمه دي وتحطها على الكي فتبقى كم. خدت بالك؟ هل حصل توقف ولا نطقت الكلمه على مره واحده؟ لا، نطقتها على مره واحده. كم. طب لو الكلمه فيها صوتين متحركين هيبقى مكونه من مقطعين صوتيين زي كده، هتلاقي into. أدا صوتين متحركين، أدا صوت متحرك اسمه long double O اللي هو مد واو، وده الصوت المتحرك اللي اسمه short I كسرة بسيطة. كده الكلمة مكونة من مقطعين صوتيين عشان فيها صوتين متحركين، يحصل فصل ما بينهم، الفصل ده بيحصل فيه توقف. أنت طبعا بتنطقه وأنت مش واخد بالك، بس ركز معايا كده، التوقف ده بتحدده إمتى؟ بتشوف الصوت المتحرك التاني تضيفه للساكن اللي قبله وتفصل، فتقول into. لو جيت تنطق الكلمة أساسا بسرعة وأنت مش واخد بالك هتلاقي نفسك بتقف عند الN. into. طب هنا عندك صوتين متحركين، ده اسمه short E وده اسمه long E مد ياء. يبقى الكلمة فيها صوتين متحركين، يبقى مكونة من مقطعين، تفصل بفاصل. الفصل بتحدده ازاي؟ بتشوف الصوت المتحرك التاني تضيفه للساكن اللي قبله وتفصل. طب دي بتنطق ازاي؟ 20. لو انت بتنطق الكلمة النطق الرسمي العادي 20، بس مش ده اللي انت بتسمعه. اللي انت بتسمعه بيعمل ايه بقى؟ لو لقيت مقطع صوتي بادئ بتي وبعده صوت متحرك وجاء قبله مقطع صوتي منتهي بان، بتشيل التي خالص وتجيب الان مكانها وخلاص كده، فتقول 20. The 20 and 30 years that they were. The 20 and 30 years that they were. For 20 years. For 20 years. For 21 years now. For 21 years now. وده بقى اللي فيه كلمات زي internet, interview وهكذا. Internet. The internet is a magical place. Interview. I love this interview because I love when they say great question. كده انت المقاطع الصوتية وقواعد الوصل ما بينها فهمت فكرة عنها. خلينا اديك بقى شوية افكار عنها كمان. كلمة زي كده مثلا، أدا كلمة فيها صوت متحرك اسمه أو ساوند، والكلمة فيها صوت متحرك اسمه شوا. يبقى الكلمة دي فيها صوتين متحركين، يبقى مقسمة أو مكونة من مقطعين صوتيين، بيحصل فاصل. الفاصل فين؟ بتشوف الصوت المتحرك التاني تضيفه للساكن اللي قبله وتفصل. لو أنت بقى جيت تقسم الكلمة لمقاطع صوتية ولقيت في مقطع صوتي مكون من تي شوا ان، هتدرس أنت الأصوات دي برموزها طبعا. أنا بفهمك بس دلوقتي الخطوات، يعني أنت هتدرس الأصوات عرفتها، هتبدأ بقى تدرس المقاطع عشان الحاجات دي. لو لقيت مقطع صوتي فيه تي شوا ان، بتشيل المقطع الصوتي ده كله وتعمل صوت كده وبص بس فبقى نطق الكلمة ماون. ده نطق الكلمة اللي انت هتسمعه mountain. A mountain trail. A mountain trail. هديك مثال عشان انت ايه بتسمعه كتير وتبقى تخلي بالك منه بقى بعد كده. على نفس القاعدة دي، أدا الكلمة فيها أدا صوت متحرك، وده صوت متحرك اسمه اير ساوند، وده صوت متحرك اسمه شوا. الكلمة فيها 3 أصوات متحركة وبالتالي فيها 3 مقاطع صوتية، فتفصل ما بينهم بفاصلين ما بين كل مقطعين، صح؟ الصوت المتحرك الثاني بينضاف للساكن اللي قبله وتفصل، ففي توقف هنا. الصوت المتحرك الثالث ينضاف للساكن اللي قبله وتفصل، فبقى عندك ايه بقى؟ ام ده مقطع، بور ده مقطع، المقطع الثالث فيه تي شوا ان، شيلهم وحط الصوت بتاعك اللي هو فبقت important. هتسمعه كتير بعد كده وتبقى مخلي بالك ان دي اللي هي important. Very important. Very important. So really important. So really important. What was important about our country? طيب لو انت دارس الاصوات بس ومش فاهم المقاطع الصوتيه وطريقه نطقها، مش هتعرف المقاطع الصوتيه اللي بتتحول دي. طبعا في التطبيق هتلاقي كل قاعده عليها كل الامثله اللي بتندرج تحت القاعده دي. لو ضغطت على المثال هينطق لك بصوت نقي وواضح، وهتلاقي في اليمين كده فيديوهات، كل فيديو لمثال خاص بيه كده. الفيديو ده بيحتوي على 30 شخص امريكي بينطقوا لك المثال ده علشان تبقى متاكد ان هو ده النطق الصحيح اللي انت هتسمعه، وعشان تدرب ودنك عليه. طيب المقاطع الصوتيه هتعلمك ايه كمان؟ هتعلمك حاجات كتير بقى. هتعلمك ايه الاصوات اللي بتتحذف من الكلمه ذات نفسها. يعني مثلا كلمه زي post card.
هتعرف ليه بنحذف التي مثلا من كلمة زي دي وتقول postcard. postcard مفيش تي خالص. postcard كلمة وليكن زي المفروض تبقى handmade. هتعرف ليه الدي بتحذف من هنا وتقول handmade. 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 Develop a postcard when people walk in. Bought the postcard in the little shop. Handmade stuff. Handmade stuff. Made from a factory or handmade or handmade or handmade. She makes handmade Oriental rugs. يبقى أول حاجة بتدرسها الأصوات وتعرف رموزها وتعرف كل صوت بينطق إزاي، وبكده هتقدر تنطق 95% من الكلمات بطريقة صحيحة. طب ال5% يعني إيه ال5%؟ في شوية كلمات كده في أصوات بتتحذف من نصهم، في أصوات أنت بتضيفها كمان عشان تربط ما بين مقطعين صوتيين، في أصوات بتتحول من صوت لصوت، في أصوات بتتحذف خالص. تبقى أنت فاهم الكلام ده وعارف إيه المقاطع الصوتية اللي بتشيلها كلها وتعوض عنها بصوت. تبقى فاهم الحاجات دي. دول ال5% اللي باقيين لك. لما تدرس الأصوات والمقاطع الصوتية اللي بتتكون منها الكلمة، خلاص كده انت بقيت تقدر تنطق 100% من الكلمات بطريقة صحيحة، وعارف كل كلمة بادئة بصوت ساكن ولا متحرك ومنتهية بصوت ساكن ولا متحرك، هتقدر تحددها بكل سهولة. طب بعد كده تدرس قواعد وصل الكلام. قواعد وصل الكلام دي بقى هي اللي بتقولك ازاي تربط ما بين كل كلمتين متتاليتين. على حسب ايه؟ قواعد وصل الكلام دي بتتوقف على ايه؟ على هل الكلمة دي منتهية بساكن ولا متحرك، وهل الكلمة اللي بعدها بادئة بساكن ولا متحرك. بعد ما تطبق قواعد وصل الكلام هتكون قادر انك تنطق كل الجمل اللي بتقابلها في حياتك. اي جملة قدامك هتقدر تطبق عليها قواعد وصل الكلام وتنطقها على بعضها بصورة متصلة. وما دام انت بتنطق صح بقى زي ما انا قلت لك I bought a bottle of water، طبقت قواعد وصل الكلام ووصلت للنطق المثالي. انت بتنطق كده، اي حد هيتكلم قدامك بنفس اللهجة دي هتقدر تفهمه بكل سهولة. الكلام ده بيتاخد في اول شهر بس، كل اللي انا قلته لك ده هتاخده في اول شهر، بسيط جدا ان شاء الله. بعد كده بقى بتعمل ايه؟ بتبدأ تاخد قواعد وصل الكلام دي والحاجات اللي انت درستها دي وتطبقها على كل الجمل اللي انت بتستخدمها في اطار حياتك اليومية. كل جملة بتبقى مكتوبة قدامك بالشكل اللي انا قلت لك عليه ده. يعني مثلا هتدرس الصوت المتحرك اللي اسمه أو. الصوت المتحرك هينضاف للساكن اللي قبله فتقول how، دي لوحدها. بعد كده can، ده short A بيتنطق مد ألف حنين. مش short O. short O لما كان A وعليها نقطتين كنت بتقول مد ألف مفخم. إنما ده لأ، مد ألف حنين. هينضاف للكي تبقى كا والأن ما بعدهاش أي صوت متحرك يحركها فتحط عليها سكون وتقول كان. بعد كده I، ده صوت متحرك هتدرسه، ده short E مفتوح ودي على بعضها dark L. help you. يبقى انت كل كلمة بتدرسها او اي جملة هتدرسها هتلاقي نطق كل كلمة تحتها بالرموز، واي صوت ساكن في التطبيق بالكامل هتلاقيه ملون باللون البنفسجي، اي صوت متحرك هتلاقيه ملون باللون الازرق عشان عينك تلقطه بسرعه. ده متحرك، ده ساكن، وتبدا تطبق القواعد بكل سهوله. في البدايه طبعا ده بيساعدك، بعد كده انت مش فارق معاك التلوين اساسا، انت عارف رمز الصوت زي ما انت عارف رمز الفتحه والكسره والضمه. بعد كده بتعمل ايه؟ في تخفيف للكلمات، يعني كان لا مش بتلاقيها كان شورت ايه طويل كده لا بتلاقيها خففوها لايه؟ كان شوا كان. how can I دي ممكن تخفف لشور يو، بس خلينا ما نخففهاش دلوقتي. انت عندك كلمه بقى منتهيه بصوت متحرك، هتيجي تقول لي ده W يا عم، و W مش A E I O U، مش حروف متحركه. مفيش الكلام ده، انا ليا دعوه بالاصوات دلوقتي. الكلمه دي منتهيه بصوت متحرك انت هتدرسه، يبقى خلاص الكلمه دي منتهيه بمتحرك، جه بعدها كلمه تبدا بساكن. قلت لك لو عندي كلمه منتهيه بصوت متحرك جه بعدها كلمه تبدا بصوت ساكن زي الكي، دي هتنطق لوحدها ودي لوحدها. طب دي بتنطق كان، how can. طب بعد كده عندك كلمة منتهية بساكن جه بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك، هتشيل الساكن من نهاية الأولى وتحطه في بداية الثانية. how can I help، دي هتنطق لوحدها ودي لوحدها عشان دي منتهية بمتحرك وبعده ساكن. how can I help you.
عندك في حاجة اسمها أصوات ساكنة اسمها stop consonant، 6 أصوات T D P B K ج. البي ده احد الاصوات الستة الستوب كونسوننت. لو عندك كلمه منتهيه باحد الاصوات الستوب كونسوننت وجا بعدها كلمه تبدا بار ساكنه او لايت ال او واي او دبليو، بتاخد الستوب كونسوننت معاه، يعني هتاخد البي مع الواي. هتدرس كل ده في قواعد وصل الكلام. فتقول help you help you، فتبقى how can I help you. فهمت الفكره دي؟ هنعمل ايه بقى؟ هناخد كل قواعد وصل الكلام ونبدأ نطبقها على كل الجمل اللي انت بتستخدمها في اطار حياتك اليومية، مقسمين طبعا لايه؟ 30 موقف. يعني مثلا هديك موقف بسيط كده، واحد جاي لك البيت صاحبك فانت عايز تعرض عليه مشروب، فانت ممكن تقول له would you like a cup of tea. طبعا في حاجات كتيرة تانية، يعني مثلا can I get you something to drink, I'm gonna make some tea for us، وهكذا حاجات تانية. you want something to drink، فهو يقول لك ايه مثلا؟ يا ريت والله، yeah I would love that, thank you. فانت ساعتها تقول له how do you like your tea, weak or strong، شايك ايه، خفيف ولا تقيل؟ يقول لك مثلا weak with 4 teaspoons sugar، خفيف 4 معالق سكر. strong without sugar، تقيل ومن غير سكر. او ممكن يقول لك لا والله شكرا انا ما بشربش شاي، I don't drink tea, thank you. ساعتها انت تبقى جاهز برضو للرد وتعرض عليه مثلا how about some coffee، طب ايه رايك اعمل لك شويه قهوه؟ فيقول لك yeah I would love that, how do you like your coffee، قهوتك ايه؟ فيقول لك black coffee, white coffee، وهكذا بيوصف لك المشروب بتاعه. هتاخد كل المشاريب وهكذا. فانت بتبقى متدرب على الجملة زي ما انت كنت متدرب على الجملة في اللغة العربية وانت صغير. انت ايه؟ عارف الجمل المستخدمة. عايز افهمك بس حاجة في الانجليزي، في فرق ما بين الجمل المستخدمة في ارض الواقع والجمل اللي انت بتدرسها. يعني انت عمرك شفت واحد بيقول مثلا اريد كوبا من الماء؟ ولا انت بتشوفه بيقول لك لو سمحت عايز اشرب، عاوز اشرب، او هات كوبايه ميه. مفيش حاجه اسمها اريد كوبا من الماء دي. اللي انت بتعمله بقى ايه؟ لو انا جيت قلت لك مثلا قول لي ما هي وظيفتك، هتيجي تقول لي ايه؟ what's your job. النطق غلط والجمله ذات نفسها غير مستخدمه. يعني عمرك ما هتسمعها في فيلم او في برامج المواهب او اي حاجه الجمله دي مستخدمه، عمرها. حتى انا مش بقولك ان هي غلط كجرامر، لا صح 100% كتكوين، بس هي مش مستخدمه. فحتى لو انت قعدت بقى تعرف كلمات وتدرس جرامر وانت اللي تكون الجملة، هتكونها كجرامر صح، بس جملة غير مستخدمة. المستخدم بقى ده انت بتبقى متدرب عليه ومتدرب على نطقه الصحيح. يعني مثلا سؤال ما هي وظيفتك هتلاقيه بيقول ايه؟ what do you do، ده اول سؤال بسيط. او what do you do for work، what do you do for a living، او what should do for work، what should do for a living، can I ask what should do، what line of work are you in، وهكذا. وطريقة الإجابة دي الأسئلة المستخدمة اللي انت هتسمعها. فانت لازمتها ايه؟ انك تروح تكون لي جملة مش مستخدمة اصلا، ولا عمرك هتسمع حد بيستخدمها. لازم تكون متدرب على الجمل المستخدمة، وتبقى متدرب على النطق اللي هم بيقولوه فيه، وتبقى فاهم هم نطقوا كده ليه كمان، بحيث ان لما تتحط في اي موقف واحد يسألك سؤال او يتكلم معاك تقدر تسمعه. اول خطوة في المحادثة تقدر تسمعه وتفهم هو عاوز يقول ايه. بعد ما تفهم هو عاوز يقول ايه تبدأ ترد عليه بسرعة وبنطق سليم عشان انت متدرب على الموقف ده. ده جزء المحادثة. بالنسبة للكتابة بقى قلت لك طبعا انت اول حاجة بتروح تدرس اجزاء الكلام. عندك 8 اجزاء للكلام، اللي هو اسم، فعل، حرف جر، ظرف، صفة، وهكذا. بعد ما بتدرس اجزاء الكلام بتروح تدرس اجزاء الجملة. اجزاء الجملة بقى اللي هو فاعل وفعل مساعد، فعل اساسي، وبعد كده مفعول به، بعد كده اللي هو عبارة الجر والظرف. خدت بالك؟ هنا قلت لك أجزاء الكلام 8، زي مثلا اسم. الاسم ده ممكن يبقى فاعل، وممكن نفس الاسم ده يبقى مفعول به. فاهم قصدي؟ فأنت وأنت بتدرس أجزاء الكلام بتعرف كل حاجة عن الأسماء، وتعرف هتستخدم كفاعل إزاي، وتعرف هتستخدم كمفعول به إزاي، هتعرف هتستخدم إزاي في عبارة الجر، هتعرف إزاي تستخدم كصفة، وهكذا. الاسم ممكن يستخدم كصفة عادي. خدت بالك؟ فانت بتدرس اجزاء الكلام الاول، بعد كده تعرف هتستخدمها ازاي كل جزء في الجمله، وبكده تقدر تكون الجمله بتاعتك بطريقه صحيحه. بعد ما تكون الجمله بتاعتك بطريقه صحيحه بتبدا تدرس الازمنه عشان تعرف تشكل بقى الافعال المساعده اللي هتستخدمها، فتعرف تصيغ الجمله بتاعتك في زمن يتناسب مع الكلام اللي انت عايز تقوله، وتقدر توصل المعنى اللي انت عايز توصله للمستمع.
هندرس كل الكلام ده بالتفصيل من الاول برضه. اللي بيقول مثلا ايه، ازاي هعرف برضه نطق الكلمه دي، يعني الكلمه انت كاتبها لي بالحروف، ازاي انا اول ما اشوفها هعرف نطقها برموز الاصوات. الكلام ده هتتعلمه في خلال الكورس، هتعرف كل الكلمات، عشان في خلال الكورس هتتدرب على كل الأصوات طبعا، صوت شرح كامل للصوت برمزه بطريقة النطق بتاعته، وتتدرب على أشهر الكلمات اللي بتحتوي على الصوت ده. وبعد كده هتاخد الكلمات دي تكون بها الجمل المستخدمة اللي أنا قلت لك عليهم، أكتر من 3000 جملة فيهم أكتر من 7000 كلمة مستخدمين. هتبقى انت عارف كل كلمة مكتوب تحتها النطق بتاعها منفصلة، هتعرف ازاي بتنطق لوحدها وازاي بتنطق في الجملة متصلة بالكلمة اللي قبلها واللي بعدها. ففي خلال الكورس هتبقى انت متقن لأشهر 7000 كلمة مستخدمين. بعد كده لو قابلتك كلمة او 2 جداد عليك، وده نادر ان هو يحصل، هتبدأ تعمل ايه بكل بساطة؟ هديك قاموس هتكتب فيه، هيظهر لك النطق بتاعك برموز الأصوات اللي انت درستها معانا في الكورس، وخلاص هتتعلم الكلمة الجديدة بكل سهولة.